اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وسلام. النهارده ست الحباب عاملة معاكم دكارين بط. بنتغدوا النهارده بدكارين البط. شوفوا عاملاها واحدة واحدة، وادخلي من اول الفيديو وانت تشوفي انا عملتهم ازاي عشان تعملي زيهم. وعاملة معاهم برام رز جميل اهو بالسمنة الفلاحي. انا داسه معاكم رز يامي علشان ما رضيتش اوريهولكم النهارده. وبص البط جميل ولذيذ. ويلا بينا نشوف الطريقة. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبسلام. النهاردة ست الحبايب عاملة معاكم دكارين بط. بصي غسلاه بالمحلول اللي انا معرفاكم عليه، اللي هو معلقتين سكر وملح وليمون وخل. بحطه سيحتين بالظبط في المحلول. وجيتني غسلاه غسلة حلوة جميلة اهيت ولذيذة. ويلا بينا نحطوه في الحلة كده. دول دكارين بط. يلا بنحطه ايه؟ اول دكر بط اهو في الحله. بسم الله الرحمن الرحيم. والتاني اهو كده دكرين بط اهمت ايه زي العسل. ونحط برضو رشه الفلفل الاسمر. المهم الفلفل الاسمر بعد ما تنزلي الحاجه. وورق لوري وحبهان وجرنان قرنفل. عشان القرنفل ايه بيبقى جميل وبيديله نكهه حلوه وجميله. وبصلتين برضه هما بشقها هي بشق البصلايه اتنين اهم كده عشان الطيور بتحب البصل اهو. قبل ما يغلم للدكرين البط دولت. وانا هنحط معاكم الطماطم بتاعتي. انا بص حطيت معاكم الورق اللوري وحبهان والفلفل الاسمر. وبنحط معاكم ايه عصير الطماطم. انا مخلطاه ومصفيه. المهم التصفيه عشان قشره ولا حاجه عشان تبقى حاجتك حلوه وجميله. ودكرين بط جمال ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. حبه شوربه بقى ولا كلمه. بصي شكلها يتكلم عنه. عبل ما تغلي ما عادش لها حاجه بقى الا حبه الملح. بعد ايه؟ بعد زي ربع ساعه قبل السوا بربع ساعه في نص السوا احط الملح. وبعد كده بعد ما تستوي وهنبقوا مع بعض بعد ايه واحنا بنحمر ان شاء الله. ورجعت لكم بعد البط ما استوى. الدكرين البط ما استوى اهم استووا. وانا عاوزه بقى احمرهم معاكم في الفرن. انا حاطه معلقه صلصه اهي معانا اهي. حط معلقه سمنه فلاحي اهي برضه اهي شايفاها. واحط رشه فلفل اسمر. وبمسكه بقى دي على دي كده لابد نقلبه زي ما وريتك. حطيت معلقه صلصه ومعلقه سمنه فلاحي وحبه فلفل اسمر عشان بقى نعمله ايه البط عشان نحمروه. ونحط البطه هنا ديت ناشفه. الصينيه دي ناشفه ودهناها انا ايه زيت اهو بالفرشه. وهم البطه دي اهو بالفرشه. لو بتعمل ايه بايدي اهو. نقطع الجناح دي برضه رخص اهو. بصي دهنتها اهي وهنعمل التانية زيها. بعمل التانية زيها بالظبط كده اهم. وحطيت عليهم احط معلقه زيت في قعر اللي ونيجي زقهم في الفرن بعد ما يحمروا. وهرجع لهم بعد ما طلعتهم من الفرن. بصي الحلاوه والجمال. شوفوا دكرين البط جمال ولذاذ هم. بصي على حلاوتهم وعلى جمالهم. وعامله معاهم برام رز. وروا لهم كده يا معتز. بص الرز شكله ايه. اللهم صل على النبي على حلاوته اهو. ادي غدانا النهارده بطتين وبرام رز
اهو. وخلي بالك من مطبخ ست الحبايب يا حبايب.